رسميا المهاجم الكاميروني تاتو سينكينغ لاعب جديد في النادي الافريقي. شكون اللاعب هذا وشنو هي مسيرته؟ يجيو نحكي لكم عليه. تاتو سينكينغ من مواليد سنة 2000 في الكاميرون، بدا مسيرته في أكاديمية براسوغي دو كاميرون اللي خرجت برشا مواهب الكرة الكاميرونية، وين في سنة 2018 شد الرحال لأوروبا وانضم للعملاق البرتغالي بورتو، وين توج مع فريق أقل من 19 سنة ببطولة البرتغال، ولعب زاد في دوري أبطال أوروبا للشبان، ومن بعد طلع الفريق بورتو بي وين سجل أول أهدافه في الكرة الاحترافية. بعد البرتغال لعب في أوكرانيا مع أولمبيك دونيتسك، لكن بسبب مشاكل النادي اختار انه يغادر، ومن بعد انتقل فنلندا مع هاويكي هيلسينكي والتوج مع الفريق بلقب البطولة، وزاد العاب في فنزويلا مع كارابوبو اف سي، قبل ما يرجع لافريقيا مع الملعب المالي. يجيو نحكيو على ارقامه في الموسم الماضي وين شارك في دوري ابطال افريقيا، لعب 11 مباراة وسجل 6 اهداف، كيف قدم اسيست، ارقام خلت النادي الافريقي تتحرك بسرعة باش تحسم الصفقة. واليوم المهاجم الكاميروني اصبح لاعب في النادي الافريقي بعقد يمتد ل 2029 في خطوة خذتها الادارة تعويض رحيل فراس شواط.